تحفه، طعمه حلو قوي. الايس كريم حلو قوي يا جماعه، الايس كريم جميل قوي قوي قوي. يا عيني يا عيني. ممكن الكيك بقى عامل ازاي من جوه. بص بقى يا جماعه الكيكه من جوه عامله ازاي. كيكه يعني ممتازه، لونها كمان ممتاز، طعم الكيكه مميز قوي، تقول كده زي الجيلي. حلو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصدقائي واخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم مكان جديد، مكان جامد جدا مكسر الدنيا، مكان جاي من اخر الدنيا من فلسطين، فاتح هنا عنده اصناف جميله ومكان ممتاز. هنجرب مع بعض وهقول لكم رايي، وعاوزكم تقولوا رايكم في التعليقات. المكان هو بوزة وبراد. قلت بقى 4 اصناف، قلنا نجرب مع بعضينا ونشوف ايه الطعم وايه الموضوع. طبعا الموضوع اصلا شكله تحفه، بس هنبدا اول حاجه باول صنف. ده بقى بوزة وبراد، ده على اسم المكان نفسه. المكان اسمه بوزة وبراد، وعامل مشروب ليو. ده عباره عن ليمون، ايس موزي، وعليه ايس كريم من فوق، مستكه، وعليها مكسرات من فوق زي ما انتم شايفين. وبيجي بينزل في بدل الليمون ده احيانا بينزل المانجا، فندوم مع بعضنا. تحفه، طعمه حلو قوي. الليمون بتاعه مظبوط، سكر مظبوط، وبعدين التلج مبشور بطريقه حلوه قوي، فطعمه حلو. عنده الايس كريم بقى. الايس كريم حلو قوي يا جماعه، الايس كريم جميل قوي 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 قوي. بص حتى المكسرات، بص من جوه الايس كريم نفسه موجوده، يعني غير ان هم راشين من بره عليه، طعم الايس كريم المكسرات نفسها موجوده وظاهره. لا ممتاز، المشروب ده تحفه، والليمون حلو قوي. الصنف بقى الثاني يا جماعه، ده فاتش كيك، عامل زي الماتيلدا كيك كده، فاهمني؟ دي عباره عن شوكولاته ومحشيه وحاجات من جوه. بص المنظر اصلا يعني انا بصراحه عاجبني قوي المنظر، يعني بص انا يعني لما اعمل كده، بص جوه كده الحشو بتاعها تحفه. طعم الكيكه اللي جوه، المولتون كيك اللي جوه مميز قوي. بقى بص احنا هنرفعها كده عشان نعرف ناكلها. بص المنظر، يا عيني يا عيني. بصراحه المنظر وهم. بص يا جماعه بقى المولتون كيك بقى عامل ازاي من جوه، محشي كده بطريقه جميله، والشوكولاته كمان شكلها تحفه وطعمها حلو قوي. المولتون كيك مميزه، طعمها حلو وشكلها جميل جدا، وشكل الشوكولاته من جوه بعدين سهله في القطع كمان، يعني القطع بتاعها كمان سهل وبسيط زي ما انتم شايفين كده. بص انا عاوز بس الكاميرا، حاول تجيب الكاميرا هنا كده. من جوه الكيكه نفسها كده صبحه وطريه ومميزه بصراحه، تحفه، طعمها حلو قوي، جميله، والشوكولاته بجد شوكولاته بلجيكي اصلا حلو قوي. الصنف التالت يا جماعه، ده وايت فلفل، ده عباره عن كيك
وعليه جواه حشو من جوه، وده الوايب بتاعه، الصوص بتاعه. ماشي، هنحط طبعا الصوص كده. يا جمال، انا عاوز اقول لكم يعني حاجه كده متعه. نقطع كده. بص بقى يا جماعه الكيكه من جوه عامله ازاي. كيكه يعني ممتازه، لونها كمان ممتاز، مع كمان ندوق الطعم ونشوف بقى رأينا ايه. طعم الكيكه مميز قوي بجد والله العظيم. طعم الكيكه مميز قوي، والصوص بتاعهم هم اصلا متميزين في الحاجات اللي هي تظبيط الصوص والكلام ده كله. يعني بص من جوه، انا عايزه تجيب من جوه كمان شكلها عامل ازاي. طعمها حلو قوي يا جماعه، يعني انا بصراحه هدوق تاني ان طعمها ممتاز يعني. وطعم السمنه فيها في المولت اللي جوه طعمه حلو قوي. لا والله مميزه مميزه مميزه، عجبتني قوي وطعمها حلو قوي. لا وبص، ويعني خامتها طريه والطعم واضح قوي فيها. واحلى حاجه فيها ان السكر مش عالي قوي، يعني تاكلها محليه وما تضايقش منها. لا ممتازه، لا جميله. نجرب بقى الصنف الرابع. ماشي، دي اسمها ايطاليه. الايطاليه بقى دي عباره عن ايه؟ هي عامله زي عندنا في مصر كده مهلبيه كده. ماشي، دي عباره عن لبن، وفيها من جوه بسكوت كده اللي هو مكسر كده، وفوق الشوكولاته. بس هي عباره عن مهلبيه. في منها برضو هي دي رز بلبن من تحت. بص يعني تقول كده زي الجيلي. حلوه حلوه والطعم مظبوط، يعني طعم مظبوط كده، والشوكولاته مظبوطه وشكلها حلو قوي، وبتدوب في بقك بسرعه. يعني انا بحط لا طعمها لذيذ. هو زي عندنا في مصر كده الجيل، بس بصراحه ممتازه وطعمها حلو. والميزه اللي فيها كمان ان هي مش محليه قوي، وطعم كل حاجه فيها مظبوطه. تجربه مميزه ومكان جميل وستاف محترم وتعامل برقي. عندهم اصناف من كل ما تتخيلوا، حاجه محترمه قوي. الناس دي فعلا جايه من غزه تسعدنا. مكان جميل قوي، انا جربته وعجبني، وان شاء الله يعجبكم. جربوه ومش هتخسروا حاجه. كده تمام، سلام.